سادتي وآبائي وإخواني، إن لقاءنا بالعلماء يختلف عن لقائنا بأي فئة أخرى، وأرجو أن يكون لقاءنا اليوم لقاء عمل وليس لقاء خضابة. العلماء حجة الله في أرضه، والعلماء مسؤولين أمام الله حين يلقونه عن علمهم وفيما عن علمهم وكيف استخدموه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق والحق. القول الحق أمر صعب ولا يمكن أن يقوله إلا المؤمنين الأقوياء والصابرين الصادقين. ليس كل من علم قادر أن يقول كلمة الحق. وأنا أريد أن أقول لكم ونحن في يوم انتهاء الفترة الانتقالية، أريد أن أكون واضحا: إن قرار العلماء الحقيقيين، وإن رأيهم سنضعه هو المقياس الأول الذي ننطلق منه. وحينما نعمل هذا نعمل لأننا واثقون كل اتجاه بأن العلماء هم خير من يقدر مسؤوليتهم أمام الله وأمام المواطنين، وهم الذين ينظرون إلى الأمر نظرة فاحصة وصادقة. احنا في 13 يونيو 74 تدهورت الأوضاع بين سلطتين، وأكون صريح أكثر، بين أشخاص استخدموا السلطة للتسلط. هذه السلطتين كانت متمثلة في المجلس الجمهوري ومتمثلة في مجلس الشورى. ونحن نعرف بكل صراحة لا مجلس جمهوري كان يمارس سلطته كقيادة جماعية، كان شخص واحد والذي بيحكم باسم المجلس الجمهوري، ولا كان مجلس الشورى يمارس سلطته كسلطة شوروية حقة كما أمر بذلك الإسلام. نعرف أن كلا السلطتين كانت تختفي وراءها المصالح والطموح للحكم. وأنا لا أنافق، وأعتقد أن كل واحد واثق بهذا الكلام، وقد يكون من يريد أن يتكلم ومن يتحفظ بالكلام. نتيجة لهذا الخلافات الذي برزت بينهم، والذي بدأت بأن القاضي الإدياني حنق له صلنفة، وذهبت أنا على رأس وفد كان فيه من العلماء مفتي الجمهورية وصفي محبوب والقاضي الشماعي وغيرهم من العلماء وغيرهم من القطاعات الشعبية الأخرى. ذهبنا إلى هناك، وأخيرا تجسد الخلاف بأنه واضح الخلاف بين السلطتين متمثلة في من يتولاه قمة السلطتين. أما إن كان بمجلس جمهوري بيمارس سلطته ما كان بش، ومجلس شورى قائم واشتركوا بعضها في إيش الذي بتمارسوا فيه. هذه الحقيقة. تدهورت الأمور، وكان القاضي الإرياني لا يطلب إلا أن يخول أو يعطى إشارة خضراء بحل مجلس الشورى. وقال له الناس كلهم: عندك من السلطات الدستورية ما تسمح لك بأن تتصرف بما في مصلحة البلاد، والحكم والمسؤولية ليست مراوغة ولا مجاملة ولا نفاذ ولا ضعف. إذا كنا في المسؤولية سنحاول أن نكسب شعبيات على حساب المصلحة العامة، احنا بنخون المسؤولية. ونتيجة لهذا الأوضاع المتنكرة رموا الموقف فورا في 13 يوليو. هذا الموقف نحن لم نتسلمه بقوة الدبابة ولا بقوة الطائرة ولا بقوة السلاح. هذا تسلمناه بتكليف من السلطة التشريعية آنذاك المتمثلة في مجلس الشورى الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بخط يده، موجود وفيه يمكن قرأتها وبشرت في الصحف وهي موجود. حملنا المسؤولية وقت ما كان منتظر أننا نتحمل الرداء، وواجهناها بصبر وبإيمان، وتحملنا على أعصابنا ما مشى الأمور وبحمد الله ودون أن تراق أي قدر الدم. ورغم هذا كان من يريد أن يمسح بنا الطريق، وكان من يريد أن يخلينا نواجه المتاعب، وكان من يريد أن يخلينا كبش الفداء، وكل فئة لها توجه. وكنا بإيمان وبالصدق ولا زلنا، وكما يعلم الله تحملنا هذه المسؤولية تجنبا لئلا تتدهور أوضاع البلاد وتسوء الأحوال.
وكان من تأييد العلماء ومن تأييد الشعب ما دفعنا إلى أن نتحمل المسؤولية. دخلنا المسؤولية واثقين بالله وحده، وكان أول قرار أن احنا ننزل الصور ونرفع اسم الله أو بكل. كلهم عندما حملونا المسؤولية قالوا أنتم تتحملوا مسؤولية التصحيح. أنا فهمت أن مسؤولية التصحيح أن احنا نكون كما أمرنا الإسلام ثواب حقيقي، مثل ما نزل رتبتي وأنا كنت عجيب أنا لازم أنزل مصالح الآخرين. دخلنا المسؤولية على هذا الأساس، فهمنا أن التصحيح إنهاء العبث، إنهاء العبث بأموال الأمة، إنهاء العبث بأمنهم، إنهاء العبث بمقدراتهم. هذا كان فهمنا للإصلاح، وكنا ماشيين وعرضت علي رئاسة الجمهورية من هؤلاء كلهم اليوم الذي يقفون في صف المعارضة كما يقولون، وأنا الذي رفضتها أنا، لأني لم أتحمل المسؤولية باسم القوات المسلحة والأمن من أجل أكون رئيس جمهورية. وقلت لهم إحنا نتحمل المسؤولية في ظرف صعب، لما تجربونا ونجربكم، ولما الشعب يتبصر في أن يختار من يريد. ثم ماذا؟ لما بدأنا نمس بعض المصالح وقعنا الشيوعيين، وقعنا عملاء، وقعنا بعنا الأرض، مش عارف إيش عملنا. تفضلوا، هذا وزير العدل كم من الحدود أقم لم تقم قبل، وكم من الإجراءات التي لا نتردد في أن نعملها في صالح البلد طبعا، ولم نعمل شيء إلى الآن أمام ما نريد أن نعمله. ومن هذا المنطلق أرادوا أن يشوهوا الصورة بكل وسيلة. أنا أريد أن أقول شيئا واحدا: أنتم العلماء وأنتم الحجة، وسنعمل بما تفتون به وما تأمرون به على أساس ألا تكون هناك أي قوى خلفية تحرك، يعني أنه يكون منطلقنا هو ما أمرنا الله به، منطلقنا مصلحة هذا الوطن، ومنطلقنا الإيمان بالله وبمسؤوليتنا الوطنية التي كلفنا بها. وستجدون إن شاء الله جنود صادقين في سبيل تنفيذ ما يراه العلماء هو الحق. لكن أن يطلب مني اليوم أني أسلم الحكم لفئة أو لمصلحة أو لأشخاص، أنا لست مستعد أبدا. تحملت المسؤولية وسأتحملها بشجاعة إلى آخر لحظة، وأنا مستعد أن أسلم هذه المسؤولية لمن يمثل الشعب تمثيلا صادقا حقيقيا.